وبعد شوية بتروح آنا لأوضة أختها وبتلاقيها لابسة لبس والدتها وهي متضايقة، فبتسألها هي كويسة، فبتكدب عليها إلسا وبتقولها إن هي كويسة. وبعد ما بيناموا وبتسمع إلسا الصوت مرة تانية بتقرر إنها تعرف مصدره، فبتخرج وبتلاقي قدامها نور غريب وبتفضل تجري وراه لحد ما يختفي. فبتستخدم إلسا قوتها السحرية وبتعمل كتل تلجية كتير جدا، لكن بعدها بتتفاجئ إن الكتل التلجية دي مرسومة عليها عناصر الطبيعة ال4، وبيظهر بعدها نور غريب في السماء وبتقع الكتل التلجية على المدينة كلها. وفجأة بتختفي المية من المدينة وبتيجي عاصفة شديدة جدا بتسحب كل السكان، وبتبدأ الأرض تتحرك وبيخرج الناس من المدينة. وبتسأل آنا أختها إلسا على اللي بيحصل، فبتقول لها إلسا إن الغابة المسحورة استيقظت تاني زي ما والدهم كان محذرهم وهم صغيرين، والصوت اللي كانت بتسمعه هو صوت عناصر الطبيعة وإنهم بينادوها علشان تساعدهم. وفجأة بتيجي الكائنات الغريبة اللي عالجت آنا وهي صغيرة، وبيقول قائدهم لإلسا إن هي لازم تعرف الغابة المسحورة استيقظت ليه وتكشف سر الماضي اللي محدش يعرفه لحد دلوقتي. واللي بنبقى عارفين إن السر ده هو إنها تعرف السبب اللي خلى الحرب تبدأ بينهم وبين شعب الغابة المسحورة. فبتقرر إنها تدخل الغابة المسحورة وتعرف مصدر الصوت ده وتدور على حقيقة اللي حصل في الماضي. فبتقول لها آنا إنها هتروح معاها هي وكريستوف. فبتطلب إلسا من قائد الكائنات المسحورة إن يخلي باله من أهل مدينتها لحد ما ترجع. وبعد شوية بيركبوا العربية بتاعة كريستوف وبيمشوا في طريقهم للغابة، وبيحاول كريستوف يكلم آنا مرة تانية في موضوع جوازهم، لكن ما بيقدرش لأنها بتغير الموضوع وبيتكلموا بخصوص الغابة المسحورة. وفجأة بتسمع إلسا صوت عناصر الطبيعة، فبتطلب من كريستوف إنه يوقف العربية، وبتروح إلسا في اتجاه الصوت لحد ما بتلاقي ضباب كتير جدا